يبدأ فيلم النهارده في أحد المختبرات في جامعة كالفر، وبيعملوا تجربة على بروس. فجأة بروس بيتحول لوحش أخضر ضخم جدا، وبيحصل انفجار شديد وبيمسك كل الموجودين وبيضربهم وبيهرب. وبعد فترة كبيرة بنشوف بروس في البرازيل قاعد بيتفرج على تلفزيون ومعاه قاموس لتعليم اللغة البرتغالية. وبعدها بيمشي من البيت وبيروح عند مدرب فنون قتالية وبيعلمه ازاي يتحكم في غضبه ويسيطر عليه، عشان بروس لما بيغضب بيتحول لوحش ضخم جدا. وبروس بيشتغل في مصنع لتعبئة المواد الغذائية، ولما جهاز بيعطل بيندى عليه مدير المصنع وبيقول له انه يجي بسرعه ويصلحه. فجأة بروس بيتعور وبتنزل نقطة دم منه على ازازة ومفيش حد بياخد باله، وبتكون الشحنة دي هتروح امريكا. بروس بيشوف واحد من العمال الموجودين معاه في المصنع وبيضايق زميلته، فبيروح يدافع عنها وبياخدها وبيمشي. وبعدها واحد بيقابله وبيديله زهرة كان طالبها منه. وقتها بنعرف ان بروس بيتواصل مع واحد من علماء الوراثة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبيتعاملوا بأسماء مستعارة عشان محدش يكشفهم. وبيقول له إنه لقى الزهرة اللي قال له عليها، وبيقول له الدكتور إنه يجربها بجرعة كبيرة جدا. فبياخد الزهرة وبيطحنها وبيحولها لمسحوق، وبيضيف عليها مواد تانية وبيعمل خلطة، وبيجرح نفسه وبياخد من الخلطة دي وبيحط على نقطة الدم وبيفحصها تحت المجهر، وبيلاحظ تضخم في الخلايا بشكل كبير جدا وسريع. فبيرجع يكلم الدكتور مرة تانية وبيقول له ان التجربة فشلت وما حصلش اي تغيير. والدكتور بيقترح عليه وبيقول له انهم لازم يتقابلوا لانه صعب يعيش بأشعة غاما طول عمره. وبنروح لأمريكا وبنشوف راجل كبير بيشرب ازازة صودا، وبتكون هي الازازة اللي نزلت فيها نقطة دم من بروس. وبعد ما بيشرب الازازة بتقع من ايده وبيحصل له تسمم، وبيبلغوا جنرال روس بالحادث وبيقولوا له ان في راجل شرب ازازة صودا ولقينا في جسمه كمية كبيرة جدا من أشعة جاما. وبيعرفوا إن أشعة جاما اللي في جسم الراجل الكبير هي نفس أشعة جاما الموجودة في جسم بروس. وبيسألهم شحنة الصودا جت منين، فبيقولوا له من مصنع في البرازيل. فبيطلب بروس إنهم يجهزوا قوات ويروحوا البرازيل ويقبضوا على بروس، بس بهدوء جدا. وفعلا بيجهزوا القوات اللي هتروح البرازيل وتعتقل بروس، وبيكون بولونسكي من ضمن الفريق اللي راح يقبض على بروس، وبيكون مقاتل محترف جدا، وعشان كده بيستعينوا بيه في المهمة الخطيرة دي. وروس بيقول لهم في الطيارة إن بروس هربان من الحكومة الأمريكية ومتورط في موت علماء للأبحاث الجينية، وإنه سرق أسرار عسكرية وهرب من أمريكا. وبيقول لهم مهمتكم إنكم تقبضوا عليه حي وما تستخدموش أي ذخيرة حية ضده، ولكن استخدموا طلقات مخدرة. وبيوصل فريق المقاتلين عند بيت بروس وبيقتحموه، ولما بيدخلوا علشان يقبضوا عليه مش بيلاقوه، وبيكون بروس هرب واستخبى عند زميلته اللي شغالة معاه في المصنع. ولما بيعرف ان الشرطة سابت بيته ومشيت بيخرج للشارع علشان يهرب منهم، لكن بيشوفوا المقاتلين وابتدوا يجروا وراه ويطاردوه. وبروس بيفضل يهرب من مكان لمكان ومن شارع لشارع. وبعد مطاردات لفترة كبيرة جدا بيقابل عصابة وبتتخانق معاه في الشارع، لكن بيقدر يهرب منهم بسهولة، لكن مش بيسيبوه وبيفضلوا يطاردوه هما كمان. وبيروح بروس وبيستخبى جوه المصنع اللي شغال فيه، لكن العصابة بيمسكوه وبيفضلوا يضربوه، وبيفضل يحذرهم وبيقول لهم انه مش عاوز يغضب لان هتحصل كارثة كبيرة مش هيعرفوا يسيطروا عليها، لكن بيستمروا في ضربه وبيرموه على الارض. ووقتها بروس بيتحول لوحش ضخم جدا وبيفضل يقتل فيهم واحد ورا التاني، وبتهجم على الشرطة وبيفضلوا يضربوا عليه نار، لكن ما بيقدروش يقتلوه او يسيطروا عليه. بولونسكي بيفضل يجري وراه ويضرب عليه نار علشان يقتله، وبروس غضبه بيزيد جدا وبيدمر المصنع وبيقتل فيهم وبيهرب. وبعدها بيروحوا البيت اللي كان قاعد فيه وبيدوا جنرال صورة بيتي وبيقولوا له ان هي دي البنت اللي بتساعده، وبتكون بيتي دي هي بنت الجنرال. وبولونسكي بيقول له احنا كنا قربنا نقبض عليه، لكن فجأة ظهر وحش ضخم جدا وقوي جدا وابتدى يهاجمنا، لكن الجنرال بيقول له ان الوحش اللي انت شفته ده يبقى بروس نفسه بعد ما اتحول. وبيفوق بروس وبيرجع طبيعي زي الاول، وبيلاقي نفسه واقع جنب نهر في وسط الغابة، وبيروح يوقف عربية على الطريق وبيطلب من السواق انه يوصله في طريقه. ووقتها الجنرال روس وفريقه بيرجعوا لأمريكا بعد فشل مهمتهم. بولونسكي بيقول له روس إن عاوز يبدأ مهمة جديدة عشان يقبض على بروس، وبيقول له بس لازم يكون معانا فريق قوي جدا ومدرب مش زي الفريق اللي كان معانا في المهمة اللي فاتت. وبنشوف بروس قاعد لوحده مرهق، وبعدها بيروح بروس يشتري هدوم جديدة تناسبه لو اتحول مرة تانية. والجنرال روس بيقول لبولونسكي إنهم كانوا بيشتغلوا في تطوير سلاح يحسن من قدرات الجندي الأمريكي، وعملنا التجربة على بروس وهو ما كانش عارف إننا بنطور سلاح، ولكن في لحظة حصل خطأ ويتحول فيها الراجل ضخم جدا ما قدرناش نسيطر عليه، وهو ده كان هدفنا من التجربة. وبيروح بروس الجامعة عشان يقابل بيتي، ولما بيشوفها قاعدة لوحدها بيتردد إنه يروح يكلمها، وبعدها بيجي واحد صديقها وبيمشوا مع بعض، لكن بعدها بيتي بتقدر تقابله في الشارع وبتاخده معاه في عربيتها وبيروحوا بيتها علشان يستخبى فيه. وبيسأل بيتي وبيقول لها أنا عاوز أعرف أبوكي كان عاوز يصنع مني إيه وإيه التجربة اللي عملها عليا وهدفه إيه، ولكن بيفهم إنهم كانوا بيطوروا سلاح علشان يقوي من قدرات الجنود في القتال. والجنرال روس بعدها بيدي البولونسكي المصل اللي هيقدر يحوله لراجل ضخم جدا، بس هيكون على جرعات خفيفة جدا. وتاني يوم بتروح بيتي علشان توصل بروس المحطة،
وقبل ما بتودعوا بيلاحظوا وجود قوات من الجيش بتحاصرهم. ده بيجري بروس وبيحاول يهرب منهم قبل ما يمسكوه، وبروس بيدخل مكتبة كبيرة جدا وبيحاول يستخبى فيها، ولكن الجنود بيدخلوا وراه وبيطاردوه، وبيطلع فلاش عليها معلومات التجربة اللي اتعملت عليه وبيبلعها علشان يحميها ما تقعش في ايد حد تاني او يعيدوا التجربة مرة تانية على الجنود. وبيتي بتقف قدام المدرعة وبتترجى ابوها انه يسيب بروس يمشي، لكن ابوها بيرفض وبيأمر جنوده انهم يطاردوه يقتلوه، وبيقفلوا عليه الجسر وبيرموا عليه قنابل مسيلة للدموع. فجأة بروس بيتحول لراجل الضخم وبيدمر الجسر، وبتفضل قوات الشرطة تضرب عليه نار وبيستخدموا أسلحة تقيلة علشان يقتلوه، وبروس بيدمر كل عربياتهم وبيقتل عدد كبير جدا منهم. وبلونسكي بيهجم عليه وبيحاول يقتله لكن بيفشل، وبيجري وبيهرب من بروس قبل ما يقتله، وبيوجهوا موجات صوتية عالية جدا عشان يمنعوه انه يتحرك، لكنه بيدمر عربياتهم. وبعدها بيرجع بلونسكي يتحداه وبيقف قدامه، فبيضربوا ضربة قوية جدا وبيخلص عليه. وبعدها بتيجي طيارة مقاتلة وبتضرب عليه نار عشان تقتله، ولكن بروس بيقدر يفجرها وبتقع جنبه، وبيكون معاه بيتي لكنه بيحميها من الانفجار والنار وبينقذ حياتها، وبياخدها وبيهرب لمكان بعيد وبيروح بيها جوه كهف فوق جبل عالي جدا. ولما بيسمع صوت الرعد بيفتكر ان في طيارات جايه تهاجمه، فبيغضب جدا وبيستعد للقتال، لكن بسرعه بيتي بتهديه وبتقول له مفيش حد وان ده صوت الرعد. ونشوف بولونسكي في المستشفى وجسمه كله بيكون متدمر بسبب الضربه القويه من بروس. تاني يوم بيتي بتاخد بروس وبتروح تقعد في بيت في منطقه بعيده جدا علشان مفيش حد يعرف مكانهم. وبعدها بروس بيقول لها انه قدر يخرج الفلاشه اللي بلعها واللي بيكون فيها كل معلومات التجربة اللي اتعملت عليه، وكل وسائل الإعلام ابتدت تتكلم عن القتال اللي حصل مع قوات الجيش، وبتقول إن الناس شافت مخلوق ضخم جدا كان بيهاجم قوات الجيش ودمرهم، ولحد الآن مش عارفين طبيعة المخلوق ده. بولونسكي بيخف بسرعة جدا من الإصابات، والجنرال بيفرح جدا وبيعرف إن التجربة نجحت عليه، وبيقول له بولونسكي أنا مستعد للجولة الثالثة. بعدها قوات الجيش بتقدر توصل للدكتور اللي كان بيتواصل معاه بروس وهو في البرازيل، وبيكون دكتور وعالم في الجينات الوراثية وبيكون اسمه ستورنز وعايش في مدينة نيويورك. بيتي بتسأل بروس وبتقول له انت بتحس بايه لما بتتحول لوحش؟ وهل بتفكر في حاجة بعد ما بترجع لطبيعتك ولا لا؟ فبيقول لها بفتكر بعض الصور بس، لكن ما بعرفش ايه اللي حصل وقتها. وبيقول لها ان عاوز يتخلص من اشعة جاما اللي موجودة في جسمه عشان يدمر المخلوق الضخم اللي جواه ويعيش حياته بشكل طبيعي بقى. وبعدها بيروح الجنرال وبلونسكي عشان يدوا الجرعة الثالثة من المصل اللي هيحوله لوحش ضخم جدا يقدر يتحدى بروس ويغلبه. وبتروح بيتي وبروس عند الدكتور ستورنز علشان يجرب عليه علاج ويخلصوا من أشعة جاما اللي بتحوله المخلوق عملاق شرس. والجنرال روس بياخد قوات خاصة علشان يوصل للدكتور ستورنز اللي كان بيتواصل مع بروس، وبيكون معاهم بولونسكي. وبيبدأ الدكتور ستورنز التجربة على بروس عشان يخلصوا من أشعة جاما اللي موجودة في جسمه ويخلصوا من المخلوق الضخم اللي جواه. وبيبدأ التجربة على بروس، وابتدى بروس يتحول للمخلوق الضخم فجأة، لكن بيديه بسرعة المصل المضاد وبيقدر يرجعه طبيعي مرة تانية، وبتبقى التجربة نجحت عليه إلى حد ما. وقتها قوات الشرطة بتحاصر بيت الدكتور ستورنز وبيكونوا مستعدين للهجوم عليه، وبيضربوا بروس بطلقة مخدر، وبعدها بيقتحموا المكان وبياخدوا بروس وبيعتقلوه. بعدها بنته بيتي بتقول لأبوها إن هو السبب في اللي حصل لبروس وعشان أغراض شخصية عمل فيه كده، وبتقول له إنها اتبرأت منه وإنه مش أبوها من بعد النهاردة. بعدها بلونسكي بيروح للدكتور ستورنز وبيقول عاوزك تديني المصل اللي يقدر يحولني ضخم زي بروس، لكن الدكتور ستورنز بيقول له ان العينات اللي عنده ممكن تحوله لوحش سيء جدا وعشان كده ما ينفعش يديه المصل. فجأة بولونسكي بيخنقه وبيحاول يقتله، لكن الدكتور بيوافق في الاخر انه يحقنه بالمصل وبيبدأ عليه التجربة. وفجأة بيتحول بولونسكي لمخلوق غريب جدا وشرس وبيبدأ يدمر المكان وبيهجم على الدكتور وبيخرج على الشارع وبيهاجم الشرطة وبيقتلهم. والجنود بيتصلوا بالجنرال روس وبيقولوا له ان بروس لسه موجود في الشارع وبيهجم عليهم وبيقتلهم وبيدمر كل حاجة موجودة في طريقه. والجنرال روس مش بيصدق لان بروس موجود معاه في الطيارة، وساعتها بيحس ان في حاجة غلط وبيأمر الطيار انه يرجع بيهم تاني للمدينة عشان يشوف المخلوق اللي ظهر فجأة. ولما بيرجعوا بالطيارة بيشوفوا من الكاميرات مخلوق ضخم جدا وبيقول له بروس انه يبقى واحد من رجالتك، وبتفضل الشرطة تضرب فيه، لكن الوحش بولونسكي بيفضل يدمر في العربيات وبيقتل في رجالة الشرطة، وبيحاول واحد منهم يضرب ب RPG ولكن ما بيأثرش فيه وبيغضب جدا وبيفضل يكسر في العربيات اللي في الشارع وبيدمرهم كمان وبيهاجم عربيات الشرطة وبيقتلهم. وقتها بروس بيطلب من الجنرال انه يسمح له يروح ويواجه الوحش اللي هناك، لكن الجنرال بيقول له ولو ما قدرتش تواجهه هيحصل دمار في كل المدينة، لكن بيصر بروس انه يواجهه وبيقول له احنا اللي صنعناه ولازم نسيطر عليه. ساعتها بيوافق الجنرال وبيطلب من الجنود يفتحوا له الطيارة وينزل منها، وبينط بروس من الطيارة وبيقع على الأرض بقوة وبيفتكروه إنه مات، لكن بيخرج من الأرض وبيكون اتحول لهالك الضخم وبيبدأ قتال مع بولونسكي المتحول الوحش
وبيفضلوا يضربوا في بعض بقوة وشراسة. لكن الوحش بولونسكي بيكون قوي جدا وبيقدر يضرب هالك ضربات قوية جدا وبيطيره مسافة بعيدة جدا. وقتها هالك بيغضب جدا وبيمسك عربية وبيقسمها نصين وبيروح يهجم على الوحش بولونسكي وبيبدأ يضرب فيه وبيوقعه على الأرض وبيضربوا ضربات قوية جدا. لكن كل الضربات دي مش بتأثر في الوحش بولونسكي. بروس بيأمر الطيارة المقاتلة إنها تهاجم الوحش بولونسكي وتقتله، وبتبدأ الطيارة تضرب عليه نار وتحاول تقتله وبتطرد وقت طويل جدا. لكن فجأة بيقدر إنه يتعلق في الطيارة وبيحاول يدمرها. لكن هالك بيمسك في رجله وبيفضل يضرب فيه وبتبتدي الطيارة تفقد توازنها والناس اللي موجودة فيها بتقع وبتلف الطيارة بطريقة غريبة جدا وبتقع على الأرض وبتتدمر. لكن اللي فيها بيكونوا لسه عايشين. الوحش بولونسكي بيخنق هالك وبيحاول يقتله وبيضغط عليه بكل قوته، لكن هالك بيقدر يفك منه وبيسدد له ضربات قوية جدا وبيبعده عنه. الوحش بولونسكي بيمسك سلسلة ضخمة جدا وبيبدأ يضرب بيها هالك وبيدمره وبيوقعه على الأرض. وبعدها بيمسك السلسلة مرة تانية وبيحاول يدمر الطيارة ويقتل الجنرال روس وبيتي. لكن قبل ما يقتلهم هالك بيتصدى ليه وبياخد السلسلة منه وبيبتدي يخنقه وبيضربه ضربات قوية جدا وما بيقدرش يفلت منه. وقبل ما يقتله بيتي بتوقفه وبتترجاه إنه ما يقتلوش وبيستسلم الوحش بولونسكي وهالك بيضربه وبيرميه برجله. وكل قوات الشرطة بتحاصر المكان وبتروح له بيتي وبتشكره وبتعتذر ليه عن كل اللي حصل معاه. وفجأة بتظهر طيارة في الجو وبتحاول تهاجم هالك، لكن بسرعة بيجري منها وبيهرب. وبعدها بفترة كبيرة جدا بنشوف بروس قاعد في البيت ومعاه سلسلة بتاعت بيتي وبيحاول يبعتها لها عن طريق البريد. وكمان بنشوف الجنرال روس قاعد في بار وبيشرب وبيسكر. وبعدها بيدخل عليه ستارك ويقول له احنا بنجمع فريق جديد لمهمة سرية. لكن روس بيبص له باستغراب وبيقول له احنا مين. وبكده يكون خلص فيلمنا النهارده.